هو العيد يحلى من غير الغريبة بتاعة العيد؟ النهاردة هقولك على أسرار وتكات تطلع معاكي الغريبة ناجحة ودايبة وبتدوب في البق دوبان. تعالى أقولك عملناها ازاي بمقادير سهلة وبسيطة، هتقومي حالا تعمليها. كوباية سمنة بلدي وتكون ساقعة، بولة بقى وهنزل بكوباية السمنة كده وعليها نص كوباية من السكر البودر. أهم حاجة السكر البودر يكون الأكياس، بلاش السكر المطحون من البيت. وهنضربه لحد ما اوصل للقوام بتاع الكريم شانتيه كده، تلاقي الزبدة فتحت وبقت بالشكل ده. كوبايتين مليانين من الدقيق هنخلهم كويس، مخصص للحلويات يا جماعة. سر بقى خطير هنا وتركاية رهيبة هتنقل الغريبة في حتة تانية خالص، هي معلقة من اللبن البودر. قلبيها بقى بالسباتولا بإيدك أي حاجة، المهم تلاقي الدقيق اختفى تماما. بوقف عجن تماما عشان ما نشطش مادة الجلوتين. العجينة عندي طرية ما بتشققش، دي أول خطوة لنجاح الغريبة. بغطيها بكيس تلاجة وبحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. الجو ساقعة والجو مظبوط هتلاقيها مظبوطة معاكي. اي حشوة بقى عندك بندق، عندك لوز، فستق كداب، عايزة تسيبيها سادة شكليها كده كور وحطي بقى الحشوة بتاعتك كده على صاج مش مدهون اي مادة دهنية. بتدخل فرن على درجة حرارة 160 10 دقايق بالظبط. تخرج اسيبها تبرد تماما وبعد كده احطهم في طبق. شايفة بقى الجمال والحلاوة؟ جربوها بجد تحفة. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.